الواحد عنده برد والله ما قادر، ما اقول لنفسي حاولي حاولي، لا هتقومي وتصوري، لا ورانا حاجات كتير، لا الناس بتسالك اسئله كتير فانت لازم تردي على الناس دي. طب بس الناس بتستحمل، انتوا لا بتستنوني وبتصبروا عليا. المهم انا جبت الصداع اللي عندي وجيت ارد على حاجه مهمه بتسالوني عليها، وانا اصلا كنت محضرها لكم اجاوبكم عليها. ففيديو جديد بتفاصيل جديده عن معرض القاهره الدولي للكتاب 2024، واياك تنسى تبقى عندي على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى قناه الواتساب وقناه التليجرام واي مكان انا فيه. ايوه اعمل لايك واعمل اشتراك وما تنساش تسيب لي كومنت كده باي حاجه عايز تقولها لي او تسالني فيها او حتى تقول لي ان الفيديو حلو. يلا بينا نبدا. مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس برد الفتره دي غريب جدا والله بجد. يعني تفهمش البرد جالك ازاي او ليه او هيخف ازاي او هو ايه الاعراض دي اصلا، ما بتبقاش عارف. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله هنخف منه وهنبقى بخير، عشان احنا بنجهز لمعرض الكتاب. عمالين نتكلم عن معرض الكتاب وهناخد كام معانا المعرض وهنجيب كام كتاب والكتب موجودة في انهي صالة ودار النشر دي موجودة في انهي صالة وهنروح امتى والساعة كام وهنمشي الساعة كام ومين من الكتاب رايحين، وتفاصيل كتيرة عمالين نتكلم عنها ونسينا حاجة مهمة. ايه بقى الحاجة المهمة اللي احنا نسيناها دي؟ واحنا بنختار الكتب على اساس ايه؟ سواء كنت قارئ مبتدئ بقالك فترة موقف قراية، عندك فطور كان بقالك فترة اتجاه القراية، كل الحاجات دي تخليك لما تروح معرض الكتاب ما تبقاش عارف هو انا اشتري كتاب ايه. يعني انا المفروض اقرا ايه الفترة الجاية؟ طب انا لو شخص اصلا حتى بيبدأ كده انا اعمل ايه؟ يعني انا ايه اللي جايبني هنا؟ ده سؤال مهم ما بندورش على اجابته وبنروح معرض الكتاب بنصرف كل اللي معانا في حاجات ملهاش لازمه. ايه بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه دي؟ الكتب اللي بنجيبها ونحطها على الرف ونتفاجئ ان احنا جبناها وهي مش هنقراها، او اللي هي دي اصلا مش ميولنا. انا ما بحبش نوعيه الكتب دي. فتعالى كده اكلمك عن ازاي تختار الكتب اللي تشتريها من معرض الكتاب. في اخر الفيديو ده في برضو سؤال انا هجاوبكم عليه، فكملوا معايا لاخر الفيديو. فكرة انك تشتري كتب انا عارفة انها من امتع الحاجات، وان احنا كلنا كقراء بنتمنى يبقى عندنا مكتبة كبيرة فيها كتب كتيرة وكده نبقى قاعدين بنقرأ اي كتاب كده يجي على بالنا من المكتبة دي ونبقى مبسوطين واحنا بنقرأ. وفكرة وجود الكتب اصلا كتيرة كده في مكتبة في شقتنا او في بيتنا عموما بيبقى شيء ممتع ليك كقارئ. وعلى قد ما الموضوع ممتع ومفيد ليك وللأجيال اللي جاية ان يبقى عندك مكتبة في بيتك مليانة كتب، على قد ما انت لازم تبقى واخد بالك ان مش اي كتب هتشتريها. يعني انت ما بتملاش كده المكتبة بأي كتب وخلاص. اي كتاب قبل ما تجيبه لازم تبقى عارف انت هتستفاد بيه في ايه وهتفيد بيه غيرك ازاي. ده غير ان اسعار الكتب ما بقتش هينه لدرجه انك لما تحوش كده شويه فلوس تروح تقرر تشتري كتب تقوم صريفها في شويه كتب ملهمش لازمه بالنسبه لك. فعشان كده لازم نحدد مع بعض ونرتب ازاي نختار الكتب اللي تناسبنا. فاول سؤال هتساله لنفسك، انا عايز اشتري الكتب دي ليه؟ كل واحد مننا بيبقى ليه هدف معين اتجاه الكتب اللي بيقرر يشتريها، ولو انت ما عندكش هدف بيخليك تشتري كتب معينة فده معناها ان انت بتصرف فلوسك في الارض، وهتلاقي اغلب الكتب اللي عندك انت ما بتقراهاش. زي مثلا في ناس بتشتري الكتب بهدف التسلية، انها تملى اوقات فراغها، انها مثلا بتحب الافلام والمسلسلات، فتلاقي اغلب الناس دي بتتجه نحو الكتب اللي فيها روايات وقصص قصيرة وهكذا. ده غير الناس اللي بتكمل دراسات عليا وفي الابحاث والمعامل والحاجات دي فهتلاقيهم دايما بيتجهوا ورا الكتب العلميه. ده غير الناس اللي بتحب التاريخ فهتلاقوها دايما بتدور على الكتب التاريخيه، وغير الناس اللي بتحب كتب تطوير الذات وعلم النفس فتلاقيهم بيروحوا لكتب تطوير الذات وعلم النفس. فلازم تجاوب نفسك وتجاوبني على السؤال ده وتقولي انت رايح تشتري كتب ليه. طبعا اصح عايزاك تحدد ايه الجزئيه اللي عندك اللي محتاج تملاها بشراء الكتب. وقت ما تعرف ده هتقدر معايا تحدد ايه نوعية الكتب اللي انت مقرر تشتريها. طب يا مريم انا مش عارف اجاوب على السؤال ده، انا حاسه ان انا عايز اقرا في كل المجالات، وانا فعليا بحب اقرا في كل المجالات. خلينا عارفين على قد ما اجابتك للسؤال اللي سالته لك ده مهم، على قد ما عايزاك تركز على حاجه تانية كمان. عايزاك كده تقعد وتبص على حياتك في اخر فتره من 3 ل6 شهور كده، وقولي كده ايه اخبار حياتك الفتره اللي فاتت. هل انت كان عندك اوقات فراغ كتيره فحاسس انك محتاج كتب تملى الفراغ ده، ولا انت قابلت مواقف ومشاكل كتيره وحسيت انك محتاج حاجات تسهل عليك التعامل مع الناس، ولا انت اصلا في مشكله حسيت انها موجوده في شخصيتك فمحتاج تغيرها او تطور منها او تعدلها، ولا انت اصلا مزنوق في امتحاناتك وابحاثك ودراساتك العليا فمحتاج كتب علميه معينه. لما بنقعد كده مع نفسنا ونبص في اخر فتره بنقدر وقتها نحدد احنا واصلين لانهي مرحله. كل مرحله بنقابلها في حياتنا بيبقى ليها كتب معينه بنقراها،
انا بيجي عليا فترات بحس ان انا مش محتاجه كتب تطوير ذات، مش محتاجه كتب تديني نصايح وارشادات في الحياه. انا بس كل اللي محتاجاه ان لما اقرا كتاب احس ان الخيال عندي اشتغل كده وبدات اسرح مع الكتاب واتخيل تفاصيل بمشاعر جديده. واوقات تانية وانا رايحه اشتري كتب بحس لا، ان انا الفتره دي حاسه ان انا محتاجه كتب تديني ارشادات ونصايح وتساعدني ان انا اطور من نفسي اكتر. وكل فتره بيبقى ليها كتابها وقراياتها، فانا عايزاك كده تفكر وتقعد مع نفسك وتشوف الفتره اللي فاتت انت مريت بايه، ومحتاج تطور ايه في حياتك، او محتاج تغير ايه، او ايه الفراغ اللي عندك ومحتاج ان انت تسده. ده غير ان في نوعيات كتب كتيرة تانية ما بتجيش على بالنا، زي الكتب السياسية اللي بتكلمنا عن قضايا كتير في المجتمع، زي القضية اللي شغالة الفترة دي واللي اكتشفنا ان في ناس كتيرة ما عندهمش معرفة كافية بيها. ده غير جزئية تطوير اللغة اللي اغلبنا بيبقى مش عارف يبدأ فيها ازاي. هتلاقي في كتب كتيرة بتساعدك انك تطور من اللغة. اي كان بقى اللغة اللي انت محتاج تطورها، سواء كان انجليزي، فرنساوي، الماني، اي كانت اللغة، فهتلاقي لها كتب تساعدك انك تطور منها. طب يا مريم، انا قعدت مع نفسي وقدرت احدد ايه نوعيات الكتب اللي انا محتاج اقراها الفترة دي، بس انا برضو لسه مش عارف ابدأ بشراء ايه. يعني انا لما اروح على المعرض ابدأ بشراء الكتب اللي انا محتاجة اطور اللغة عندي، ولا ابدأ بشراء الكتب العلمية اللي انا محتاجة، ولا ابدأ اشتري الكتب الدينية، ولا اروح اختار الروايات؟ على بقى اجاوبك على السؤال ده. خلينا عارفين ان كلنا اي كانت البادجت اللي معانا، فاحنا معرضين ان الفلوس اللي معانا كلها تخلص وما نبقاش اشترينا الكتب اللي احنا عاوزينها. انك رحت المعرض وانت محدد لستة كبيرة قد كده بعد ما جاوبت على الاسئلة اللي انا سألتها لك، ولقيت نفسك فجأة الفلوس خلصت وانت ما اشتريتش الليستة دي كلها. المشكلة ما بتبقاش بس انك ما اشتريتش الليستة كلها، المشكلة بتقابلك لما بتروح كده البيت وبتحس برغم انك رتبت ايه نوعيات الكتب اللي انت محتاجها، الا انك حاسس ان لا، برضو انا كان ممكن اجيب كتب تانية واحط لها اولوية عن الكتب اللي انا اشتريتها دي من الليستة. برضو هنا بيجي دورك في ترتيب الاولويات. على قد ما انت حددت ايه خلاص نوعية الكتب اللي انت محتاج تقرا فيها الفترة دي، فانت برضو محتاج تحدد اولوياتك. ايه اولوياتك اتجاه نوعيات الكتب اللي انت محتاج تجيبها؟ يعني لما بتقعد مع نفسك كده بتحس الاولوية عندك ايه؟ هل الاولوية في شراء الكتب للكتب السياسية، ولا الاولوية عندك في الكتب الدينية، ولا الاولوية اصلا في الروايات؟ فلازم تمسك ورقتك كده بعد ما حددت ايه نوعية الكتب اللي انت عايز تشتريها، تبدأ ترتب ايه الأولوية عندك، ايه اللي هتدفع فيه الأول. لازم ترتب أولوياتك في الليستة بتاعتك وتبقى عارف البدايل لكل حاجة انت كاتبها. احيانا بنقرر ان احنا في اولوياتنا كتاب معين، ولما نيجي نشتريه نلاقيه غالي جدا. طب انت لما تلاقيه غالي، ايه الاولويه اللي هتحطها بداله؟ فرتب اولوياتك بالشكل اللي يناسبك، لان انا عمري ما هقدر اقول لك ترتب اولوياتك ازاي اتجاه نوعيات الكتب، لان كل واحد فينا ليه نوعيات كتب بيفضلها. اول ما تحدد نوعيات الكتب اللي انت محتاج تقراها الفتره دي، ابدأ رتب أولوياتك اتجاه النوعيات دي. وفي كل نوعية ابدأ حدد الكتب اللي انت عايز تشتريها ودور النشر اللي هتروح تشتري منها الأعمال دي، وده عشان تسهلها على نفسك في معرض الكتاب، وعشان قبل ما تروح حتى المعرض تقرأ وتشوف الريفيوهات عن الأعمال دي. وفي النهاية لو انت في معرض الكتاب واقف قدام عمل جديد ما عندكش فكرة عنه بس لفتك الغلاف أو الاسم، ما تشتريش الكتاب الا وانت واخد فكره كويسه عنه. بعض دور النشر بيبقوا موقفين ناس بتساعدنا ان احنا ناخد فكره كافيه عن العمل، ولو واقفين مش قادرين يساعدونا باننا ناخد فكره كويسه عن العمل اللي عايزين نشتريه، حاول انك انت تشوف العمل بالقدر الكافي اللي يخليك مرتاح وانت بتشتري العمل ده، مش مجرد بتشتريه عشان الغلاف او عشان الاسم. لا، اقرا الملخص اللي بيبقى موجود في ظهر الكتاب، ولو في فهرس موجود في الكتاب من جوه فهيفتحه وشوف الموضوعات اللي بيدور فيها الكتاب ده، بحيث تبقى واخد فكرة بشكل عام عن اي كتاب او اي رواية انت ناوي تشتريها. فلما تشتري اي عمل وتضيفه لمكتبتك تكون عارف ان هو هيفيدك فعلا. وبالنسبة للناس اللي سألتني عن خطوط المواصلات للمعرض، فأنا سايبها لكم هنا على القناة في المنتدى بتاع القناة، هتلاقوني منزله لكم تفاصيل خطوط المعرض، وهتلاقوني سايبه لكم برضو على قناة التليجرام وقناة الواتساب التفاصيل الخاصة بالخطوط المواصلات اللي تودينا لغاية المعرض. بالنسبة للناس برضو اللي بتسألني هتكوني موجودة امتى ان شاء الله في المعرض، فان شاء الله اول يوم انا هكون متواجدة معاكم الصبح. بحب افكركم برضو باعمالي الروائيه. روايه تركتني هتكون موجوده معاكم في دار العلوم، وروايه الصندوق الاسود هتكون موجوده معاكم في دار الزيات.
وحقيقي انا متحمسه جدا لايام المعرض ومتحمسه اشوف قراءاتكم الجديده. شاركوني ايه الاعمال اللي انتوا ناويين تشتروها من معرض الكتاب، وما تنسوش ان كمان بيبقى فيه حفلات وندوات في البلازا خارج الصالات، فياريت تبقى تسالوا على الحفلات والندوات اللي بتبقى موجوده. فمتحمسه اشوفكم هناك، ولو عندكم اي اسئله تانية ياريت تسيبوها لي في الكومنتات. اشوفكم على خير في معرض القاهره الدولي للكتاب 2024.